Hello Diamonds, I hope you're doing great. اليوم إن شاء الله حنشارك معكم تطبيقات لتعلم اللغة الإنجليزية ولا يعني باش تحسنوها، وثاني حنشارك معكم بعض النصائح اللي راح تفيدكم في تعلم اللغة الإنجليزية. المرة اللي فاتت ولا في الفيديو السابق درت لكم فيديو 10 قنوات لتعلم اللغة الإنجليزية، 5 للتعلم و5 للتسلية. واليوم قررت اني اشارك معكم التطبيقات. But before start this video ما تنسوش كالعادة انه تشتركوا في القناة، تضغطوا زر لايك وتفعلوا زر الجرس، وهذا هو حسابي على الانستغرام، ضيفوني فيه لان راني نتفاعل معكم يوميا على الانستغرام، وثاني راني نشارك معكم اليوميات. ودوكا بلا ما نطول عليكم اكثر let's get started، خلونا نبدأ بالفيديو. هشارك معكم 5 تطبيقات. التطبيق الأول واللي هو دولينغو. إذا شاهدتوا فيديو نصائح لتعلم اللغة الإنجليزية حضرت لكم باللي باش تتعلموا الأساسيات ننصحكم بزاف تطبيق دولينغو اللي راح يشارك معكم الأساسيات ولا يعني الكلمات الأساسية في اللغة الإنجليزية، ومن بعد يبدأ يطور لكم. ننصحكم به بزاف خاصة في البداية لأنه راح يساعدكم وراح يسهل عليكم مع الأول، وكل ما تقراوه يمدلكم كلمات جدد وأصعب من الكلمات اللي فاتوا عليكم. بما انه ما كاش غير اللغه الانجليزيه تلقاو فيه اللغه الاسبانيه، الفرنسيه، الالمانيه، وانا شخصيا اللي حملته باش نتعلم فيه اللغه الالمانيه. ويس هذا هو التطبيق الاول، ودوكا خلينا ننتقل الى التطبيق الثاني. التطبيق الثاني واللي هو تعلم اللغة الإنجليزية العب وتعلم. في بدايتي لتعلم اللغة الإنجليزية كنت نستعمل بزاف هذه الابليكاسيون، تتعلموا فيه اللغة الإنجليزية وفي نفس الوقت يعني تلعبوا. هذه الحاجة بزاف مليحة انه مش حتملوا انتم تتعلموا اللغة الإنجليزية انكم تلعبوا في نفس الوقت. وننصحكم بزاف هذا التطبيق خاصة راهو للمبتدئين، وثانيا راح تستفادوا منه بزاف. التطبيق الثالث واللي هو English Reading and Listen. هذا التطبيق بزاف هايل راني نستعمله حاليا، اللي فيه قصص مختلفة ومتنوعة اللي تسمعوه في نفس الوقت تقراو الكتيبة اللي كاينة. وكما على بالكم مهارة الاستماع هذه الحاجة تفيدكم بزاف في تعلم ولا في تحسين مستواكم في اللغة الإنجليزية. لذلك كذلك ننصحكم هذا التطبيق للمبتدئين وكذلك لمستواهم مليح في اللغة الإنجليزية. التطبيق الرابع اللي هو زد امريكان انجلش. المره اللي فاتت كيما درت لكم قنوات لتعلم اللغه الانجليزيه، قلت لكم على هذه القناه اللي هي زد امريكان انجلش وباللي عجبتني بزاف وراح تستفادوا منها. بالنسبه لهذا التطبيق انا شخصيا ما نستعملوش، ولكن اخواتاتي يستعملوه اللي عجبهم بزاف، خاصه انه فيه مستويات وكل مستوى فيه دروس وما عجبهم. انا شخصيا ما نستعملوش. راكم حابين جربوه مدوا لي رايكم اسفل في التعليقات واذا عجبكم ولا لا. التطبيق الخامس والاخير واللي كان لازم عليا انه نديره مع الاول، خاصه انه مفيد بزاف 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 والحد اللي انا نستعمله وكل يوم نستعمله صراحه، واللي هو تطبيق فوندي. هذا التطبيق ثاني ذكرته في فيديو نصائح لتعلم اللغه الانجليزيه، بزاف عجبني خاصه انه تتواصلوا مع عباد في مختلف البلدان. والحاجه المليحه انه تستعملوا فقط الصوت تاعكم، ماكمش مضطرين انه زعما تبينوا وجهكم ولا فقط بالصوت. وثان في هذا التطبيق الناس اللي يحملوه هما ثاني حابين يتعلموا اللغه الانجليزيه، يعني يقدروا انكم مثلا كان مستواكم في اللغه الانجليزيه ماهوش يعني ممتاز، لا راح يعاونوكم باش تتكلموا اللغه الانجليزيه. ويس هذا التطبيق بزاف عجبني لانه تتعلموا اللغه الانجليزيه وفي نفس الوقت يعني تكون صداقات من مختلف الاماكن. تلقاو مثلا من انديا، من باكستان، من اندونيسيا. so amazing like and yeah I advise you a lot to use this app. ودوكا خلينا ننتقل الى النصائح. اكيد في بدايتكم لتعلم اللغه الانجليزيه مع الاول شغل تكونوا متحمسين ومنا، وبعد ما تقراو مثلا 2 دروس ولا تتعلموا شويه كلمات تبداو تكرروا وتفشلوا، وكاين منكم اللي يحبسوا. وحبيت نقول لكم بلي هذه الحاجه بزاف عاديه، واي بدايه تكون صعبه، ماشي مثلا ماشي يعني فقط في تعلم اللغات ولا يعني كما على بالكم اي بدايه تكون صعبه. وصراحه هذا المشكل انا نعاني منه حاليا في اللغه الالمانيه، وجبت لكم واحدة النصيحة اللي أنا نستعملها باش نتحفز ولا باش نتحمس إنه نرجع نتعلم اللغة الألمانية. واللي هي مثلا كي نلقى روحي بديت نكره ولا بديت نعيا من تعلم اللغة الألمانية ونحس روحي باللي حابة نحبس،
نتفرج فيديوهات باللغه، مثلا يوتيوبرز يهضروا باللغه الالمانيه ومنا، بمجرد ما نتفرج هذو الفيديوهات ولا شغل يجيني تحفيز ولا طاقه انه انا ثاني حابه نهضر كيما هما، حابه نتعلم وثاني حابه نهضر كيما هما. بهذه الطريقه تعاونكم بزاف. مثلا كي تلقاو روحكم كيما قلت لكم بديتوا تكرهوا ولا تفشلوا ولا ما كنتش حابين تقراو اللغه الانجليزيه، شاهدوا الفيديو السابق اللي درته انا في قناتي تاع قنوات لتعلم اللغه الانجليزيه. شاركت معكم 5 قنوات لتعلم اللغه الانجليزيه، بزاف هايلين وثاني ممتعين وثاني يهضروا بالعقل، يعني تقدروا تفهموهم وثاني تستمتعوا في نفس الوقت وتتحفزوا ولا تتحمسوا باش تتعلموا اللغه الانجليزيه. صح تقدر تبان لكم على الاول انه الانجليزيه صعبه ومنه، وكاين اللي يشوفها انه من المستحيل انه يتعلم اللغه الانجليزيه. بصح حبيت نقول لكم باللي اللغه الانجليزيه سهله، فقط تحتاج 2 حوايج اللي هما الصبر والجهد. انا في بدايتي لتعلم اللغه الانجليزيه سنه 2020 كنت اشوفها صعيبه واحيانا كنت اشوفها ممله، مع الوقت بديت يعني نتعلم هكا دروس، نتفرج فيديوهات كما قلت لكم تاع اليوتيوبرز كيكونوا يهضروا بها. مع الوقت بديت نتعلم كلمات ونهضر بها. واي لغه تحتاج صبر وجهد، ماشي فقط اللغه الانجليزيه، لانه باش تتعلموا لغه يدي معكم شويه وقت، يعني يقدر يدي معكم عام عامين، كاين 3 4. يعني انا لحد الان مازالني نتعلم كلمات جدد ما كنتش نعرفهم من قبل. يس. وحاولوا دائما انكم تحيطوا نفسكم بهذه اللغه، مثلا الهاتف تاعكم يكون باللغه الانجليزيه، تستعملوا مثلا العبارات اليوميه، مثلا كتنوضوا تقولوا مثلا good morning, good afternoon, what's up, how are you, I hope you are fine. تتكلموا مع روحكم ولا حتى مع المرآة ولا حتى مع العائله، حتى اذا ما راهم فاهمين فيكم والو it's okay، انه لازم عليكم ديروا هكذا باش تعودوا رواحكم انه تتكلموا بهذه اللغه. وتقدروا انكم تستمعوا الى الاغاني، واذا حبيتوا بلا موسيقى، واكيد راح تتعلموا كلمات جدد ويعني تحيط شغل. فهمتوني انكم تكونوا دائما مركزين على هذه اللغه، يعني حاطين تركيزكم على هذه اللغه، تهضروا بها، تسمعوا. حاجه اخرى واللي هي لازم تكون عندكم خطه في تعلم اللغه الانجليزيه، ماشي مثلا تقولوا غدوه نوض نقراها وخلاص. لازم يكون عندكم يعني هدف محدد. انا مثلا غدوه نقرا درس في القواعد، مثلا نقرا الان والاي، ولا مثلا غير غدوه نقرا مثلا كيفاش نصرف الافعال، يعني كمثال. لذلك كل ما ديروا خطه محكمه وواضحه كل ما يكون تعلم اللغه الانجليزيه اسهل واسرع. وهذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ولا استفدتوا منه ولو بالقليل، نتمنى انكم تشاركوني اسفل في التعليقات رايكم في هذا الفيديو. وكما قلت لكم هذا هو حسابي على الانستغرام، ضيفوني فيه. باي، see you in the next video. باي.